السلام عليكم حبايبي واخواتي. النهارده بقى ان شاء الله جايه لكم بعشقة الشوكولاته. الشوكولاته اللي هو جيرسي بتاعت زمان، بمقادير سهله وبسيطه وممكن طفله صغننه تعملها. يلا نبدا الوصفه عشان ما اطولش عليكم. هنحط نص كوبايه لبن، ونص كوبايه سكر، ونص كوبايه زبده او سمنه بلدي او سمنه عاديه اللي تحبيه. بس في الحلويات او في الشوكولاتات اللي زي كده او في السوسات حتى، اللي يستحسن يعني والافضل يكون زبدة او سمنة بلدي. وهنقلبها كده على البارد تماما. بعد ما نقلب كويس على البارد ناخدها على البوتاجاز على نار هادية بقى يا حبيبتي كده، وافضلي قلبي لحد ما كل ده يدوب. يا ريت لو عجبكم قناتي يسعدني جدا جدا انكم تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس وتعملوا شير و... واللايك عشان كل حاجة توصل لكم اول باول اول ما اعملها. هنقلب وندوب كل حاجة حلوة قوي قوي، وبعدين نحط اخر مكون معانا. بجد حاجة جميلة ونضيفة وانتي عاملاها على ايدك، وكمان انتي ضمناها انك تأكليها لأطفالك. انا عارفة ان انتوا اللي هتاكلوها قبل الاطفال كمان. هنا معايا كوبايتين جوز الهند، يعني عندك كوباية جوز الهند كده ولا اتنين عيناها او باقية منك في رمضان، بس اهم حاجة تكون عيناها في التلاجة عشان طعمها ما يغيرش. اشتغلي بيها وتبقي عملت شوكولاتة وما شاء الله تديكي كمية حلوة قوي وطعم بجد بجد ما كانش حد مصدق ان انا عاملاها في البيت. طعمها جميل وانتي اللي عاملاها بايدك، وانتي اللي عارفة فيها ايه ومكوناتها ايه، كلها حاجات مفيدة وحاجات كويسة. انا عايزاكي بقى تفضلي تقلبي لحد ما كل السوائل اللي فيها تنشف. اي سوائل فيها تنشف، كل حاجة اللي احنا حطيناها الزبدة واللبن و... والسكر كل ده ينشف كويس جدا. هنشيلها من على البوتاجاز. شلناها، حطيناها كده بردت بس دقيقتين اتنين. وهنجيب بقى علبة بلاستيك، انا عندي علبة بلاستيك كده اما بحب اعمل فيها حاجة بتبقى حلوة يعني، بتستسهلها. جبت علبة بلاستيك او قالب طويل اللي انتوا تحبوه، او ممكن تشكليها على ايدك كور صغيرة زي ما انت هتشوف في اخر الفيديو. هنا انا حطيت فيها ورقة زبدة، ولو ما عندكيش ورقة زبدة كيس تلاجة كده او حتى كيس عادي نضيف، افتحيه وحطيه في العلبة وفضي عليه. دي هتسهلك جدا لما تيجي تخرجيها من العلبة، تبقى سهلة بالنسبة لك عشان الشوكولاتة اللي احنا بنعملها دي حساسة جدا، ولو انت يعني شلتيها بالعافية شوية او خبطتي على العلبة هتتكسر مننا. فهي احسن حاجة ان انت تحطي تحتها ورقة زبدة او كيس، او تكورها بايدك. انا لا يعني هتشوفيني في اخر الفيديو كورت بايدي، واي حته كانت بتتكسر مني كنت بقوم عجناها في ايدي كده واقوم عاملاها. هنا تسويها كويس جدا وبالمعلقه بتاعتك كده تساوي الحروف بتاعتها عشان تبقى متساويه وجميله. شايفين الايد الصغننه اللي جنب دي بقى النوتي مستنياني اخلص عشان عايزه تاكل. بجد كان طعمها تحفه. سويناها، يلا بينا بقى على الفريزر. عايز تحطيها في التلاجة حبيبتي عندك وقت حطيها ساعة كده او ساعة ونص وشيليها، وساعة حلوة قوي وشيليها وتجيبيها تقطعيها. بس انا عشان مستعجلة حطيتها في الفريزر. في الفريزر بتاعي كده لسه نستنى ساعة في التلاجة. هي في الفريزر ساعة في الفريزر 10 دقايق وطلعتها. وقطعيها بقى الحجم اللي تحبيه بالسكينة. عايزاها بقى طويلة، عايزاها صغننة، عايزاها رفيعة، زي ما تحبي يا قمر. اي حاجة منك زي العسل زيك. يلا قطعي بسرعة بسرعة كده، وشكلي بسرعة شوية اللي انت عايزة تشكليهم. يلا هي بتاخدش وقت. انا هنا شكلت كل الكمية بتاعتي. بصي دي اخر حتة معايا. هعملها بقى كرة صغننة كده، يبقى انا كده خلصت كل الكمية اللي عندي. والله ما خدت وقت معايا، يعني 10 دقايق في الفريزر وخدت 5 دقايق عمايل.
يلا تاني، خلصنا الكمية على الفريزر بقى وحطي، اديها كمان 10 دقايق، طلعناها بعد ال10 دقايق. يلا بقى نحط في الشوكولاتة. هنا في خطوة مهمة جدا، لازم تكون الشوكولاتة سايحة ومش سخنة، يدوبك دافية. دافية يا جماعة، عشان لو سخنة هتخلي كل جوز الهند بتاعنا يسيح. لازم تكون دافية، وتكون جوز الهند بتاعنا يكون ساقع. لازم ده دافي وده ساقع. الشوكولاتة لو حطيتيها وهي سخنة هتسيح جوز الهند. الشوكولاتة لو حطيتيها وهي ساقعة مش هتديك القوام الحلو اللي انتي عايزاه في الشوكولاتة بتاعتنا. يلا بقى ايه، زي الشاطرين كده قوموا اعملوها، مش هتاخد منكم كلها على بعضها بالقعده بتاعتها في الفريزر شويه، مش هتاخد ربع ساعه. وممكن لو بنوتك كده يعني مزاجها وحش شويه او مش عايزه تاكل، قومي خديها يلا وخشي على المطبخ. خلاص هنا كده شكلت كل الكميه بتاعتي في الشوكولاته. احسن حاجه ان انت تجيبي ورقه الزبده وتحطيها على مثلا اي حاجه، اي شبكه زي ما انا حاطه كده على صينيه، اي حاجه. والشوكه احسن حاجه ليه؟